مهرجان مستوى ممتاز على مستوى التنظيم، على مستوى الضيوف. حضرت النقاشات، حضرت الماستر كلاس مع حسن بن جلون. مهرجان قوي، الجمهور كذلك. حتى مستوى العروض، يعني أنا كنت في لجنة تحكيم لو دو ريف اللي هو انترناسيونال زادة. تقريبا العديد من الافلام التي مرت هناك، نقول دازت بالمغربي، دازت هنا. مستوى متقدم. هذاك هو التريكور متراج. الفكره نتاعو تكون قويه مع تقنيه بسيطه. المهم هي كيفاش تنجم توصل فكرتك في دقيقتين او ثلاثه. الدورة الخامسة كاين اجتهاد، كاين مناقشات، كاين حضور. تنظن بلي أن المهرجان كانت أفلام مختلفة المستوى، فيها دوكيومنتير، فيها الديسان انيمي. فهمتي، هذا جديد على في هذه الدورة. هذا المهرجان هو قصير، الفيلم قصير جدا، تيشجع الشباب باش يزعموه، يحطوا رجلهم. ديك الرجل الاولى يحطها في السينما هنا، تيقول بوكوا با انا نقدر ندير فيلم. اولا مساء الخير. شكرا جريدة جديد نيوز على التغطية الإعلامية الراقية لمهرجان مراكش الدولي للفيلم القصير جدا في دورته الخامسة. أكيد أنكم تابعتوا الفعاليات منذ الافتتاح واليوم الثاني الآن. ما يميز هذه الدورة بالضبط هو جوج حاجات. الشيء الأول هو حضور فعال لممثلين ومخرجين كبار، القياس على سيدي حسن بن جلول، زهور سليماني، فاطمة بوجو، جميلة الهوني، يعني أمل التمار، يعني التونسي المخرج الكبير التونسي عماد الوسلاتي والباحث في المسرح والسينما. يعني كانت هذا ميزات الدورة. ثانيا، لأول مرة في مهرجان مراكش للفيلم القصير يتم عرض فيلم طويل، لن أقول على هامش المهرجان، ولكن كانت قيمة مضافة للمهرجان أننا عرضنا فيلم طويل. يعني درنا واحد المقاربة بين الفيلم القصير والفيلم الطويل، وشافوا الطلبة شافوا الفرق بين الأفلام، بين الفيلمين. الجديد أيضا هو اللقاءات المفتوحة اللي كانت مع طلبة السينما بمعهد إكسل. يعني كانت هذا اللقاء اللي كان مع المخرجين، وكانت هضرنا على مسارات حياتية وتجارب. كان لقاء سورتو أن تنهضروا على طلبات ديال المعهد ديال السينما. ايضا هذه السنه كان عاوتاني قيمه اخرى اللي اشتغلنا عليها، وهي سينما التحريك. اننا فتحنا باب الترشيح للمهتمين بسينما التحريك والافلام الوثائقيه، خصوصا في غياب مهرجانات تهتم بهذا الصنف. ونحن ناخذ على عاتقنا ان نغير نوعا ما من سياسه المهرجان، وربما في الحقيقه هذه فكره جاتني مؤخرا ان نفتحوا مسابقه اخرى خاصه فقط بسينما التحريك مع الأفلام الروائية القصيرة. يعني ممكن الدورة السادسة ممكن تكون جوج مسابقات، مسابقة خاصة بالفيلم التحريك ومسابقة خاصة بالأفلام الروائية القصيرة.